السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني يوم اهو معانا الفراخ البيضة. حطيت لهم مضاد حيوي النهاردة دلوقتي اهوت مع الصبح اهوت، حطيت لهم مضاد حيوي ومعاهم الاكل، وانا مش مكتره لهم الاكل عشان لو الاكل كتر عندهم بيزهقوا منه، بيزهدوه كده. انا احط لهم بالقد كده حبة بحبة. حطيت لهم مضاد حيوي لمدة 8 ساعات، وبعد كده هغير احط فيتامينات، وبعد كده املاح معدنية. كل 8 ساعات بحط لهم حاجة من الحاجات دي زي ما قلت لكم كده، مرة مضاد حيوي، مرة فيتامينات، مرة أملاح معدنية. كل 8 ساعات بنحط لهم حاجة. هم معانا حلوين الحمد لله، بسم الله ما شاء الله عليهم زي الفل. والأعلاف حتى رخيص اليومين دول، زي ما قلت لكم كده في الفيديو اللي فات. العلف وقف معايا على 24 جنيه وربع في الشكارة، فيعني رخص كتير بصراحة. اهم حاجه توفري للفراخ الجو الدافي بتاعهم، مش تيجي تقولي احنا الجو حر الفراخ هتبقى حلوه. لا، الفراخ بتبقى عامله زي المولود الجديد، بتبقى محتاجه ان هي تتدفى. انا قايله لهم لنده اهيت فوقيهم، لنده حمراء، حسب المكان اللي عندك تحاولي تدفيهم. المهم برضو ما تخليهمش يعرقوا. يعني انا دلوقتي حاطه لهم لنده 200 عندي، بس مش مغطيه عليهم، سايبهم زي ما هما كده. انما لو لنده 100 كان ممكن ان انا اغطي عليهم سنه، يعني نص الصندوق ولا حاجه. واحنا مش بنحب نحاول نوفر لهم كده الجو. هما بيبقى بس الواحد على بال ما يتعود عليهم على تربيتهم هتمشي معايا الحكاية. هما خايفين مني عشان أنا واقفة، ان هما لسه جداد مش متعرفين عليا. سبحان الله، الفراخ لما بتكبر بتعرف صاحبها. لما بتشوفني بتيجي تجري عليا بقى عشان ايه؟ عايزين ياكلوا وعايزين الاكل. هما ما شاء الله عليهم. وهنبتدي برضو مع بعض كده واحدة واحدة، هنبتدي نعمل لهم الخلطات بتاعتنا، وان شاء الله يبقوا زي الفل، يبقوا زي بتاعت المرة اللي فاتت، يبقوا حلوين. ربنا يصلح الحل للجميع. يلا مش هطول بقى عليكم في الفيديو، عشان انا قلت لكم كل اللي انا عايزه اقوله، فمفيش داعي للتطويل بقى عشان ايه؟ ما نضيعش وقت بعدين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.